مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه خاصه من برنامج الحواري كافي الرياضه. اليوم كنعيش جميع على ايقاع فرحه وطنيه كبيره، فرحه عنوانها المنتخب الوطني المغربي لاقل من 20 سنه، اللي كتب التاريخ وتوج بطلا لكاس العالم في انجاز غير مسبوق. رفع الرايه ديال المغرب عاديا بين الكبار، انجاز ما غيمرش مرور الكرام، بل هز القلوب واشعل مواقع التواصل الاجتماعي فرحا وفخرا. وكان للمؤثرين وصناع المحتوى دور كبير في نقل هذه اللحظة التاريخية للمغاربة داخل الوطن وخارجه. ضيفنا اليوم أحد هؤلاء الأصوات المؤثرة على المنصات الرقمية. كيسعدني باش نرحب اليوم باليوتيوبر والمؤثر المغربي السيد محمد حساكي للحديث عن التتويج العالمي وعن دور الإعلام الرقمي دعم المنتخب ونشر روح الفخر والانتماء. أستاذ محمد حساكي، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة. بداية، آه، كيف عشت أجواء هذا التتويج التاريخي للمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة؟ وبكل صراحة وخا نتكلم على نفسي بحال كنتكلم على المغاربة كاملين اللي كان نفس الشعور. بكل صراحة كانت واحد الفرحة اللي هي كبيرة، خاصة وأننا كنا عشنا اللحظات اللي كانت دازت علينا صعيبة في 2022 في كأس العالم ديال 2022. لكن هاد المرة حسينا بواحد كيما نقولوا والله حسينا بواحد الفخر كبير والله العظيم. علاش؟ لأن هذاك الشيء اللي كنا عشناه في 2022 في 2025 حسينا بواحد الراحة وحسينا باللي حنا مغاربة وقادين باش نزيدو القدام بالكرة المغربية، وخاصة أن الشعب المغربي كامل بالفئات ديالو كامل ديال الأعمار ديالو، لا من الصغير ولا الكبير ولا الناس الكبار كبار السن، عشنا واحد الفرحة لا مثيل لها، وعاش معنا العالم كامل ماشي غير حنا المغاربة. خاصةً اللي شفنا العالم كامل فرح لينا حنايا، حتى من الدول الكبيرة اللي معروفة اللي كانوا مولفين تا هُما كيديو كأس العالم، وكتشوف تا هُما فرحانين ليك تيقولوا شوف المغرب اللي كنا احتقرناه شنو نجد، وخاصةً أننا حطمنا واحد الفريق اللي كان كيتعنى بنفسه وكيقول أنا هو اللي غندي كأس العالم، وكان كيتمنى أنه يتلاقى بنا باش يدي كأس العالم. آه، كيف كانت ردة فعل المتابعين ديالك على المنصات بعد التتويج ديال المنتخب المغربي بهذا الكأس الغالي؟ آآ أول حاجة كنت درت واحد اللايف على الكرة المغربية، وغنقول لك كاين المتابعين عندي داخل الوطن وخارج الوطن. كاين معايا الناس اللي هما خارج الوطن خمسة كيشكروا فيا وكيتصلوا قال لك والله إلا عتقتينا بداك اللايف. علاش؟ إن كانوا حتى هما مساكن متحمسين، يعني راهم بعاد على الوطن ولكن القلب ديالهم دايمًا متعلق ب ب ب بالتا مغربيت، غادي نقولوا حنا تا مغربيت، وبالوطن ديالهم، ودايمًا الشعب ديالنا الله الوطن الملك. تغناوها حتى الأجانب اللي ما عارفينش العربية تا هما ولاو تيقولوا الله الوطن الملك. وخاصةً ولينا كنشوفوا دابا الأغاني باللغات الأخرين، يعني ها الهندية ها الفرنسية هادي كلهم كيدخلوا كلمات مغربية في اللغة ديالهم وكيديروا أغنية، ورغم أنهم يعني ماشي مغاربة. كذلك مناصرين من إفريقيا جنوب. الأفارقة تا هما، يعني تحية ليهم كاملين والله العظيم. هذا كيبين القيمة ديال المغرب شنو هي بلا ما نتكلم أنا نعبّر، وإنما غير هذا دليل على أن المغرب ولات عنده قيمة كبيرة في المجال ديال الكرة. يعني واحد التفاعل إجابة منتظفة هاد الناس هاد. آه. في رأيك أستاذ محمد حساكي، شنو هو السر مور هذا النجاح الكبير اللي حققه المنتخب المغربي في هذه الاستحقاقات؟ شنو تيقول واحد المثل تيقول لك في كل طيحة كيوقف الإنسان ياك، كل عطرة إلا وكيزيد يوقف الإنسان. كنا قلنا قبيلة باللي كاين سنة 2022 في المونديال تيقولوا 2022 تيقولوا الضربة اللي ما قطعت كتقوي. كتكوّيك. هذيك في ديك اللحظة كانوا المغاربة كلهم تابعين كأس العالم كيما قلت لك من الصغار والكبار وكل شيء الفئات كاملين.
ولكن في ديك اللحظة آآ منين وقعت لينا الشمتة مع الفريق الفرنسي، لأن حنا عارفين بلي حنا متفوقين عليهم وتظلمنا بزاف، لا من التحكيم ولا ما نعرف كيفاش هذاك الشيء كيفاش تبخرا، ما حنا ما عارفين شنو كاين في الكواليس. جعلات الناس الكبار، يعني الناس اللي ما عارفينش، يعني الناس اللي ماشي شباب ولا شي حاجة، حتى الناس الكبار كيحفزوا وليداتهم على الكرة المغربية، ولاو كيديوهم الأندية باش يتعلموا لا داخل الوطن ولا خارج الوطن. إن تلاقيت مع ناس اللي هما خارج الوطن، قال لك تنتمناو وليداتنا وخا يتعلموا هنا يمشيو يلعبوا مع المنتخب المغربي، باش تعرف بقات فيهم حرقة. يعني هاد الشباب اللي شفنا حنايا الفريق ديال كان من 20 سنة، هادو يعني ولاو كيتقاتلوا بروح رياضية وروح وطنية، باغيين ولا لاحظتي راه ما كاينش عندنا حطيات، عندنا كلشي حنا كلشي ما كاينش حطيات هذا كنرقعوا به ولا كلهم كيلعبوا بنفس المستوى، كلهم مهمين. كلهم مهمين وكل واحد حاضي الدور ديالو كما يجب. ربما هاد النقطة اللي قلت لك ديال تعثرنا في 2022 هي اللي جعلت الفريق الوطني يتقوى، وكيما قلت لك حتى الوالدين كيشجعوا وليداتهم للكرة. كيفاش أثّر هذا الفوز على الصورة ديال المغرب عالميًا خصوصًا في الإعلام الرقمي، في الديجيتال؟ آآ بكل صراحة ولاو الناس متابعين الإعلام الرقمي كما قلتِ، يعني في المنصات ديال الاجتماعية، ولاو عندنا الناس كلهم واعيين وكل واحد كيدافع على الوطن ديالو بواحد الطريقة اللي هي لا باكيش سنة. الناس راه مثقفة، ولاو الناس كلهم عارفين وكلهم ولاو عارفين يوصلوا الرسالة للعالم، بكل صراحة للعالم. وكاين اللي كاع اللي كياخد شي منصة وكيدير لها ترجمة ياك شي واحد تيدير الترجمة ديال سميتو والناس كتابع. التأثير اللي وقع أن المنصات المغربية مع دار الترند ولاو الناس تيقلبوا دايمًا تيقلبوا على تيكتبوا كلمات باش بالعربية المغرب أولا بالفرنسي أولا بالأونجلي، يعني جميع اللغات ولاو تيقلبوا على المغرب، خاصةً تيقولوا شكون هاد الدولة اللي دات كأس العالم، لأن كاين بعض الدول اللي هما بعاد علينا ما عارفينش علينا والو لا والو. وهذه نهار التتويج وكمّلها الاستقبال في القصر الملكي بكل صراحة، وديك الجمالية ديال المغرب كيفاش بانت وبداك التنظيم. طوّر الدول سابقيننا وما داروش الطريقة ديال الاستقبال اللي دارتها المغرب، بداك التنظيم وبديك الألوان الزاهية الليل وكيفاش كيبان المغرب. شوف التنظيم كيفاش دار، شوف كيفاش تفاعلوا الناس، وشوف الناس كيفاش بقاو منظمين، ما كاين لا فوضى لا والو. يعني حتى هذاك النظام ديال الاستقبال أثّر في العالم. علاش كيقولوا شوف هاد الناس شحال مثقفين وشحال مربين وشحال كيموتوا على الكرة. هذا من هاد الناحية، ولكن التأثير اللي وقع الكرة كيفاش أثّرت على العالم، إن هاد الشيء غادي يزيد في السياحة المغربية وغادا والاقتصاد غادي يتحسن. ولاو المغرب وبدات حتى إلا سولتي لي زوتيل ولا سولتي بالنسبة للطيران وداك الشيء يعني ارتفع. ارتفع ولا دات السياحة المغربية، وتعطات واحد السمعة نقية على المغرب، باش ما يقولوش راه المغرب راه فيها الفوضى، وإنما شوف الكرة أشنو دارت، التغيير اللي غيّرت في الأجانب كيفاش كيشوفوا الصورة في المغرب، باللي عرفوه باللي الشعب متحضّر، والشعب اللي كيحماق على الكرة، والشعب اللي كيحماق على الأجانب. يعني راه حنا معروفين بالترحاب، مرحبا وزيد لقدام. هذا الشيء كيشيد به الناس السياح، هما اللي تيقول لك أودي كنمشيو للمغاربة كيرحبوا بينا ودايمًا كنلقاو الابتسامة في الوجه ديالهم، وفعلًا المغاربة معروفين بالابتسامة. دونك الحمد لله ونشكروا على هذا الشيء هو. واش لاحظتي شي زيادة في المتابعة والتفاعل على المحتوى ديالك بأشغال التغطية ديال هذا الحدث؟ أكيد كاين السيد، وماشي غير ليّا أنا وإنما على القنوات كاملين. كان زيادة المشاهدة وكان التفاعل وكاين التعاليق يعني اللي كانت كتشجّع، والتعليق اللي هي صراحة كلها إيجابية.
كاين تفاعل كبير لا في زيادة المشاهدات ولا في كيما قلت لك في التعاليق ولا حتى ال الم ال المستوى الثقافي والفكري، يعني الناس كتلقاهم ناس متكفّين هُما اللي كيكتبوا لك التعليق وبالطريقة باش كتبوها بالطريقة اللي هي مزيانة. وسيد حسّاكِ يعني بصراحة وبكل موضوعية، شنو هي الرسالة اللي تقدر توجّهها لهاد اللاعبين الشباب اللي شرّفوا الراية المغربية؟ هي بكل صراحة ما كايناش رسالة غنوجّهها ليهم، لحقاش هُما بنفسهم داك الشيء اللي نقول لهم هُما بنفسهم عارفين هُما كيتقاتلوا من أجل الكرة المغربية باش تطلق قدّام، وهُما عارفين هاد القضية هُما كل ما محتاجينش الرسالة ديالي، وإنما هُما بنفسهم عارفين شنو يديروا، هُما براسهم عندهم نفس الفكرة، ما عندهمش داك اللعب ديال المشحال هادي كيلعب غير بشوية عليه ولا لا، كيتقاتل كيموت مع الكرة باش يحقق الحلم ديال الوطن كامل والله. صراحةً محمد الحسّاكي ما غاديش نطوّل عليك بزاف، غادي هاد الأسئلة الأخرين بجوج غادي نجمعهم لك يعني في سؤال واحد. يعني كيف يمكن المحتوى الرقمي المغربي يقدر يدعم هذا النوع من النجاحات مستقبلا؟ وشنو هي الكلمة الأخرى اللي تقدر تقدم للجمهور المغربي بعد هذا الإنجاز؟ كيفاش غيأثّر يأثّر هي بكل صراحة ماشي كنتمنيو كيفاش يبان أن نرى هي ما كرهتش أن المنبر كلهم يكونوا يتكلموا بواحد الطريقة اللي هي مزيانة يعبّروا على شخصيتهم من خلال المنصات، علاش؟ لأن كل واحد كيعبّر على شخصيته من خلال كلامه، وإنما خصنا نكونوا متحضرين في الكلام ديالنا ونوصلوا بغينا نوصلوا شي رسالة كنوصلوها بواحد الطريقة اللي هي لبقة نخليو دايمًا الراس ديالنا مرفوع للمواضيع اللي كنتناولوا من الطريقة ديال التسجيلات ديال المواضيع ديالنا والناس اللي بان ليا واخا الإنسان تيكون ما عندوش علاقة بالصحافة ولا شي حاجة، وإنما كنلقاو واحد كيهز الكاميرا ويوقفها قدّامه ويبدا يتكلم كيبان لك كأنه راه داز من المدرسة ديال الصحافة، كتلقاه مثقف وعارف راسو كيفاش يوصل الرسائل، لأن حنا ماشي عاد كنحتاجو باش يعلمنا شي واحد، هاد الشي راه مربي فينا، حنا هكا دايرين. حنا مربيين من ربي خلقنا بحال هكايا. كنقولوا باللي فرحتنا جماعية والنجاح كان مغربي 100%. خليونا نحافظوا على الروح الوطنية ونآمنوا بأن القادم أحسن، بأن المغرب قادر على خلق المعجزات. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج كافي الرياضة اللي ضيفنا فيها الأستاذ محمد حساكي، المؤثر واليوتيوبر الكبير اللي معروف عند الناس داخل المغرب وخارج المغرب. نضرب لكم موعد آخر في حلقة أخرى وضيف آخر بإذن الله.